راحت لجدتي، وانا بقيت بزود زياراتي لجدتي عشان اقدر اقرا كتب امي، مش بغرض الثقافة، بس كان نفسي اعرف شخصيتها والحاجات اللي هي بتحب تقراها، واعرف ايه سر الشقاء والعذاب اللي هي كانت عايشة بيه. الكتب دي خلت عقلي كون بحاله، اوسع من الكون اللي احنا عايشين فيه. وكان من الصعب جدا طبعا على عقل زي عقل امي ان هي تعيش مقيدة بالاغلال الحديد جوه الحجرات بتاع عقل ابويا الضيق المظلم. مقدرش يفهمها ولا يستوعبها، عشان كده اتخنقت وماتت. بس انا مش هتخنق، ومش هدخل في قوقعة جوه نفسي واستسلم واموت زيها. وعقلي مش هيكون حدوده هي الحدود الضلمة بتاعت عقل ابويا. انا حدود عقلي هتبقى ابعد من السما، ومفيش اي حاجة هتقدر توقفني.